التي لحقت به. لا ننسى كذلك ريتشاردسون لاعب نادي فيورنتينا الايطالي الذي يغيب بسبب الاصابه وتم تعويضه في اخر لحظه بلاعب نادي فيرونا الايطالي رضا بالحيان. لكن في الجهه المقابله مشاهدينا الكرام نسجل العوده لابو خليل بعد غياب طويل بسبب الاصابه. اللاعب الذي يتالق في الميادين الفرنسيه رفقة نادي تولوز. نسجل كذلك عودة لاعب ماسينا لاعب نادي تورينو يغيب منذ فترة عن النخبة المغربية قبل أن يصعد مستواه بالتدريج. لذلك أكيد الدعوة جاءت من وليد الركراكي لتعزيز الجبهة الدفاعية والمنظومة الدفاعية للنخبة المغربية. نذكر كذلك بأن اللاعب أمين عدلي واصل غيابه عن القائمة للمنتخب المغربي بسبب الإصابة. اللاعب السعيد بكل تأكيد بعد تمديد عقده رفقة نادي باير ليفركوزن. لا ننسى ايضا مواصلة الغياب لشادي رياض. أسامة العزوزي لاعب نادي بولونيا الايطالي اضافة الى بالعمري يلتحق بقتل استلام الكرة مدى سيفعل الزلزال يحاول يراوغ كما ذكرت كانت ضمن التصفيات المونديالية من خلال اختيارات المدرب وليد الركراكي المفضل بالنسبة لوليد في معظم المباريات. دائما من الاخطاء الفردية تمشي الخطورة الجابونية مرت سلامات على المرمى المغربية. الثنائي الاخطر في اول ظهور على مستوى الجبهة الامامية. نتكلم عن دينيس حكيمي بمرجع حكيمي التسديد والهدف الاول. التسديد والهدف الاول دينيس بوانكا. البداية قوية للفوز كبير سواء في الأراضي الجابونية لكن مكشوفة وبالتالي بعيدة تماما على الصماد الزلزولي بينما الحكم الجنوب افريقي يشير إلى ضربة حرة وسيكون أول إنذار في المباراة لأليفينا. الرؤوس داخل منطقة الجزاء مرفوعة مقوسة لكن المتابعة لحارس المرمى مبامبا بعد ذلك أمام مختلف اللاعبين نايف أكرد وجمال حركي. نصير مفروض أن يغطي هذه الوضعية في هذه الوضعية. زادي ممتازة. إلياس من يتابع والاستماتة الدفاعية الجابونية في كرة شكلت بعض المتاعب. دينيس مباشرة لأوباميانغ في القائمة الثاني والمتابعة ممتازة من القائد أشرف حكيمي بلاجة عمل معبوني إصرار غير عادي جابوني مع الدقائق. إلياس المراوغة هي جمال حركيس يلعب طولية. جمال هذه ملعوبة ممتازة. العرضية وأيوب الكعبي يتحصل على الركنية باس الجابوني بكل تأكيد. هذه كرة مرفوعة بالراس أيوب الكعبي مرة قريبة من الجول راسية أيوب. المجموعة من البدائل في انتظار عودتها في بلد افريقي. طبعا المباريات الماضية وهم يظهر بعد حتى الآن نجم الريال. كرة أمامية إلياس. هناك خطأ يتم الإعلان عنه في يد أشرف يرفع كرة في القائمة الثانية بالراس. الصخرة الدفاعية الودادية هنا راسية جمال حركيس تمنح التعادل. ارتقاء في هذا التوقيت مشاهدينا الكرام. جمال مهم جدا لجمال حتى ياخذ مزيد من الثقة في تمريرة ذكية. أشرف حكيم هذه الكرة من يتابع بالراس. الثاني الله على السي إبراهيم. يا سلام يا سي إبراهيم نجم الريال يسعدنا هنا بأجمل اللمسات بجول نعم في الشباك الجابونية على الدفاعات الجابونية. برافو ريم تقريبا في الربع ساعة الأولى لكن الأمور تتغير. إلياس بن صغير في القائمة الأول والثالث مغربي عاد إليكم من جديد. نجم الريال يزور الشباك مرة أخرى. إبراهيم أن أحمل الجديد وقادر أن نعطي الإضافة بلا مغربي. مشاهدينا الكرام هذه الكرة الأمامية في هذه المواجهة لبس راية والعرضية بعد ذلك والكرة تخرج مباشرة إلى الركنية. كل الركنية إلياس الراسية والرابع كان قريب والحكم يقول فيها ركنية أخرى. هل يتكرر أو الجهة اليسرى إلياس بن صغير عندك الآن عبد الصمد لا يمر
عبد الصمد لا يمر، والتغطية الدفاعية تأتي من جانب جدا من طرف اللاعب إلياس بولين. ستلعب هذه من أشرف حكيمي. حكيمي والرابع يضيع. حكيمي الرابع كان قريب. هنا يمينية رائعة من القائد. دائما مواعيد بينما كرة وانطلاقة من الجهة الأمازيغية، بينما كرة عرضية بعيدة تماما. قلت من الأقمصة الجديدة اللي تم تقديمها، طبعا مكتوبة فيها الحروف التماس. نقلة في منتصف الميدان، وهذه ستلعب للضربة الحرة بسرعة. حذاري حذاري حذاري، والحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ الحكم شاف عملية تحايل أم ماذا؟ الحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ نقاش بين سفيان مرابط والحكم. آرون يرسل كرة للأمام، مبادئ عمليته 1-2. أشرف حكيمي يلعب الجانبية، استلام على طول، التدخل من نصير المزراوي. الحكم شافها خطأ. نصير المزراوي عادة لكن مرة أخرى نلقى رسمية تأهلت. هذه التراهيم يمشي بالكرة عز الدين العرضية. ياسين نايف، هنا جدار نايف أكرد، وقبل ذلك ياسين بونو في التصدي. لازالت ولبعض اللاعبين أشرف حكيمي كالعادة لو في لو، لكن في سفيان مرابط وياسين في المتابعة. عبد الصمد إلياس والخطأ يقول الحكم. خطأ في مكان استراتيجي رائع. خطأ في أشرف حكيمي العالية عندنا، الكرات العالية عندنا. حذاري ياسين بونو في المكان المناسب. دانيس ما يمرش، دانيس يرتكب الخطأ. إبراهيم اطراف العرضية الرابع جول. الرابع ولكن الجنوب افريقي في عرضية. التسديد غريبة.